السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي على اسمها البسيط. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم روتين ديال هذا النهار. شنو وجدت للفطور؟ حمل الحلو والمالح وسلطه. غادي نشارك معكم البسبوسه بالحامض، لي شوسون معمرين بالكفته، وسلطه ديال الروز. اول حاجه بديت بها هي البسبوسه. خديت هنايا موليناكس، غندير فيها 2 ديال البيضات، كاس ديال السكر، وغادي نخلطهم مزيان. ممكن انكم تخدموا غير بالضراب اليدوي. غنزيدو كاس ديال الزيت، غنزيدو دانون ديال لافاني، ونزيد معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش. كنخلط كلشي وكنخويه هكا في واحد البول، ونكمل باقي المكونات. غندير هنايا قشور ديال الحامض اللي كنت ديجا صاوبت معكم نهار اللي درت المركز، دوك القشور اللي احتفظت بهم. وغادي ندير خماره ديال الحلوى من وزن 8 غرام و2 كيسان ونص ديال السميده الرقيق. كنخلط كلشي مزيان، وفي هاد الاثناء انا مصاوبه المول، دهنته بالزبده ودرت له بابي كويسو، وغندخلها الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه. تقريبا خدات ليا 30 دقيقه. ومن بعد ما خليتها تبرد غادي نحيدها هكذا من المول، وغير بشويه حيت راها هشيشه. كنكمل هاد التزيين هنايا. غادي ندير هكذا واحد الدهنه خفيفه ديال مربى ديال المشماش، ونرشها من الفوق بالكوك. غنقطع معكم هكذا واحد المرصو باش تشوفوها من الداخل، راه كتجي هشيشه ومعلكه. وغادي ندوز دابا باش نصاوب المالح اللي غادي ندير لي شوسون معمرين بالكفته. غادي نبدا بالحشو حيت العجين ما غاديش يحتاج يخمر. درت هنايا الفلفل، البصله، الزيت، شويه ديال الملح كيتشحروا. من تبديت ديك البصله كتطلق الريحه ديالها غادي نزيدو الكفته، وغنزيد التوابل اللي فيهم تحميره، خرقوم، سكنجبير، كمون، ابزار. غنزيد شويه ديال الربيع، قزبر معدنوس. غنزيد شويه ديال الهريسه، وغنزيد الزيتون مقطع.
صافي وكنخلط كلشي ونطفي على الحش ونخليه يبرد، عاد ندوز باش نصاوب العجين. بالنسبه للعجين عندي هنايا 4 الكيسان ديال الفرينه، عندي معلقه صغيره ديال السكر، عندي الملح، كنزيدو شويه ديال الابزار والتحميره باش تعطينا اللون وحتى المذاق، العجينه كتجي بنينه. كنديرو معلقه كبيره ديال الخل، كنديرو معلقه صغيره مع مراش ديال خماره الحلوى، وغنزيد 2 معالق كبار ديال الزيت، غنزيد 2 فرماجات هكذا مثلثين، وزدت هنايا كاس مع مرش ديال الزبده اللي ذوبتها، وكنعجنوها بالحليب يكون بارد، تقريبا كاس ديال الحليب غادي يجمع لكم العجين. المهم كتبقاو تزيدوا شويه بشويه. هاد العجينه كتجي زوينه بزاف لي شوصون، غير جربوها. اما الحشو كيبقى اختياري، ممكن تعمرو بالطون، ممكن تعمرو بلا دانت، ومباشره نخدموا بها. غادي نسرحها هكذا، مرقوهاش هكذا بزاف، حيت غادي نزيد نبسط هذوك الدوائر بحال هكا باش تجيني ساهله فاش ندير الحشو ونطوي تجيني ساهله. بالنسبه للحشو غادي نزيدو دابا الفرماج محكوك، كنخليه حتى كيبرد عاد كنزيدو له الفرماج باش ما يذوبش. كندير هكذا الحشو، ودرت هنا هذيك الزلافه درت فيها الماء باش كندير هكا في الجوانب باش دغيا كيلصق لي وما يتحلش. وكان ندير الفرشيطه هكا في الجناب، منها التزيين ومنها كيشد ليا العجين. الطريقه راها واضحه. والحجم ديال لي شوصون نتوما كتحكموا فيه. وفي هذا الاثناء انا شعلت الفران ديالي كيسخن على 250 درجه. الفران ضروري يكون سخون مزيان، حيت طريقه الطهي مهمه. يكون الفران سخون مزيان، شعلته من الفوق ومن التحت. فاش غادي ندخلهم غادي نديرهم واحد 5 دقائق هكذا على نار مجهده، ومن بعد ما تفوت 5 دقائق غنشعل غير من التحت، غنطفي من الفوق ونديرهم على 180 درجه كيطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا لينا من التحت. عاد كنحمروا ليهم الوجه ديالهم هكذا باش يجيوكم مقرمشين ولدات. صراحه ما تشبعوش منهم، جاو زوينين بزاف. بعد ما ساليت الكميه كامله درت دهنت هنايا بالبيض اللي درت معاه القهوه باش هكذا تعطيني واحد اللون اللي هو زوين. كندهنهم هكا مزيان. واللي ما بغاش يدهن بالبيض يدير الزيت والتحميره حتى هي كتجي زوينه. غادي ندير هكا تزيين اللي هو خفيف هكذا بالفرشيطه، ورشيت عليهم الجلجلان، وكندير واحد التقيبه هكا من القنت، كنديرها بالكوردون باش هكا ما يطرطقوش في الفران بالسخونيه. في هذا الاثناء غادي نصاوبوا سلطه ديال الرز. سلقت هنايا الرز مع خيزو والجلبان، صفيته خليته يبرد، غنزيدو عليه الملح، البزار، الخل.
غنزيد عليه الطون ديال الزيت مع شويه ديال الزيت ديال الطون. ما غاديش نستعمل الزيت الاخرى، غادي ندير غير هذه ديال الطون باش تعطينا البنه. زدت هنايا شويه ديال اللانشون وكنجمع هكا بواحد المعلقه حتى ل2 معالق ديال المايونيز. غنزيد الزيتون مقطع حيت نسيتو، وممكن انكم تضيفوا حتى المايس. لي شوصون ديالنا من بعد ما طابوا تحمروا كيجيو على هذا الشكل، راهم عاد سخونين. ما بقى دابا المغرب والو، راني كنوجد. وكنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. وإلا جربتوا شي وصفه من الوصفات كتبوها لي في التعاليق. غنفتح معكم الشوصون من الداخل، شوفوا كيف كيجيو. الصراحه راهم خفاف لذاذ مقرمشين، والحشوه حتى هي لذيذه بزاف. كنتمنى اقتراحاتي تكون نالت الاعجاب ديالكم، من الحلو والمالح والسلطه. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. بسلام عليكم.